ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في الدوري السعودي حسم الأهلي ديربي مدينة جدة بفوز ثمين على مضيفه الاتحاد بهدف دون رد في المباراة المثيرة التي جمعتهما لحساب الجولة التاسعة. وفي مباراة أخرى فرض أبها التعادل على مستضيفه النصر بهدفين لمثلهما. هكذا تبدو الأجواء في المدرجات عندما يتعلق الأمر بديربي مدينة جدة. لقاء جديد بين الاتحاد والأهلي في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي. حامل اللقب لم يتأخر كثيرا ليرسل أول تهديد للضيوف عبر القائد كريم بنزيما، لكن الحارس مندي كان بالمرصاد. الرد جاء سريعا، وكيسيه الذي تعرض لإصابة مبكرة على مستوى الرأس سلم واستلم كرة وضعها بأناقة في الشباك مانحا الأفضلية للملكية. هدف لم يحبط عزيمة الاتحاد. بنزيما صوب كرة أخرى، لكن القائم هذه المرة كان له رأي آخر. كريم كان كريما وعاد ليتقمص دور الممرر، لكن الحارس مندي تألق في الصد أمام نغولو كانتي. محاولات كثيرة لم يكتب لها النجاح، وصافرة النهاية أعلنت انتصارا ثمينا لزملاء الجزائري رياض محرز وسط فرحة عارمة. في الرياض وضع أبها حد لانتصارات النصر المتتالية في جميع المسابقات. أصحاب الأرض تقدموا مبكرا في النتيجة عبر الجوهر أوتافيو، قبل أن ينجح القناص تاليسكا في تعزيز النتيجة بهدف ثانٍ. وفي وقت ظن الجميع أن النصر يسير نحو انتصار جديد، قلص التونسي سعد بقير النتيجة للضيوف من ركلة جزاء، قبل أن يبصم المهاجم الكاميروني توكو إيكامبي على هدف التعادل، مجنبا فريقه الخسارة وواضعا حدا لانتصارات زملاء كريستيانو رونالدو.